عشان تقدر تربي حيوان الموضوع هيكون صعب شوية، بس في نفس الوقت لذيذ، خصوصا لو الحيوان ده هيكون صاحب وفي ليك. لو عرفت أنا بتكلم عن مين، تعالى نتكلم عنه أكتر. أنا مريم وده أفريند. سنة 2019 نزل فيلم توجو، وتوجو كان كلب ذكي وقوي ومميز جدا من صغره. عمل حاجات كتير قوي عشان يفضل جنب صاحبه ليو، حتى في الوقت اللي كان ليو نفسه مش عايزه بيحاول يتخلص منه بأي شكل. وكان كل مرة ليو بيحاول فيها كان توجو بيرجع له تاني، وفضل توجو وفي جدا لصاحبه، وكان بيساعده في شغله طول الوقت، ونفذ معاه مهمة صعبة قوي، وهي إنهم يسافروا مسافة بعيدة علشان يجيبوا المصل اللي بيعالج مرض الدفتريا. والمرض ده كان منتشر جدا وقتها في ولاية ألاسكا سنة 1925. وللأسف دي كانت آخر مهمة توجو يعملها مع ليو، لأنه مات بعدها. وفي ملحوظة صغيرة إن توجو قصته قصة حقيقية. نروح ل 2024 هنشوف فيها فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. ومن غير حرق الأحداث يعني عشان الفيلم لسه جديد، الفيلم بيتكلم عن حسن اللي بيواجه مشاكل كتير جدا علشان يحافظ على رامبو الكلب بتاعه. الأفلام دي وغيرها كتير هنشوف فيها عامل مشترك واحد، وهو الكلاب. هنشوف فيهم علاقة الكلاب دي بأصحابها عاملة إزاي بيدافعوا عنهم، إزاي بيساعدوهم، وإزاي بيبينوا حبهم ليهم. والحقيقة إن صناع الأفلام دي عندهم حق، الكلاب فعلا تستاهل إن احنا نتكلم عنها، مش بس عشان فكرة الوفاء اللي تخطى وفاء صاحبتك اللي بتسيبك بعد ما تتخطب. لا خالص، هي الكلاب فيها صفات أكتر من كده بكتير. بس من إمتى بقى بدأت علاقتنا بالكلاب؟ الحقيقة إن علاقتنا بالكلاب دلوقتي مش جاية من فراغ خالص، لأن هي بدأت من زمان قوي، من حوالي 14 ل 15 ألف سنة. وده اللي اكتشفوه علماء جامعة لايدن الهولندية سنة 2019، لما شاف الإنسان الأول إنه ممكن يستغل الكلاب في حاجات زي الصيد والحراسة. والموضوع كان ما بين الإنسان والكلاب كان رايح جاي، بمعنى إن الإنسان عن طريق الكلاب يقدر يلاقي فرائس أكتر، والكلاب كمان هتلاقي أكل أكتر. ومن ساعتها وعلاقتنا بيهم بقت قوية جدا. حتى الفراعنة كان عندهم اهتمام كبير بالكلاب، والإله أنوبيس ذات نفسه الإله حارس الموتى، لما نيجي نبص على صورته هنلاقيه إن هو جسم إنسان وراس كلب. والكلاب كان ليها دور كبير جدا في مساعدة المصريين في المهام اليومية العادية، وده خلاهم يتعلقوا بيها ويرسموا صورها على جدران المعابد وكمان يحنطوها. طب اشمعنى الكلاب هي اللي بقى ليها المكانة دي؟ ليه وقع عليهم الاختيار عشان هم اللي يساعدوا في الصيد والحراسة، وكمان يكونوا أصدقاء مقربين لينا من أول علاقتنا بيهم لحد النهاردة؟ الكلاب فيها صفات كتير جدا ميزتهم وخلتهم يكونوا قريبين جدا مننا أكتر من أي حيوان تاني. أول واحدة ودي معروفة ومتوقعة جدا، وهي الوفاء. الجماعة دول عندهم حب غير طبيعي، والكلاب حيوانات أصيلة، عمرهم ما ينسوا اللي يمدلهم إيده. يعني لو عندك كلب في الشارع بتاعك وأكلته مرة واحدة بس، خلاص انت كده علمت عليه، بالنسبة له هتكون انت اتحفظت وخلاص هتبقى في حمايته. في دراسة اتعملت سنة 2015، الدراسة دي بتقول إن هرمون الأوكسيتوسين أو هرمون الحب بيزيد إفرازه عندك انت والكلب لما تتقابلوا تقعدوا مع بعض. في لذيذة كده. تاني حاجة وهي إن الكلاب حيوانات ذكية جدا. أكيد مش كل أنواع الكلاب على نفس القدر من الذكاء، لكن في المجمل الكلاب عندها قدرات مش موجودة عند غيرها من الحيوانات. الكلاب تقدر تتفاعل مع البني آدمين وتفهم تعبير وشهم وكمان تتعاطف معاهم، وحوار التعاطف ده بالذات مستحيل تلاقيه عند القطط لأن هم ما عندهمش اهتمام بمشاعرك بجنيه. والكلاب تقدر تتعلم، فمثلا الكلاب عندها القدرة إن هي تفهم عدد كبير من الكلمات، ممكن يوصل من 150 ل 200 كلمة، ويعمل رد فعل مناسب لكل كلمة هيسمعها. وده اللي اتقال في دراسة عملوها علماء من جامعة كاليفورنيا. مثلا لو انت قلت قدام الكلب بتاعك يلا نخرج، وانت كل مرة بتقولها بتخرجه فعلا، خلاص هو هيكون فهم معنى الكلمة دي، وكل مرة هيسمعها هيعمل رد فعل مناسب ليها. وده يودينا للصفة اللي بعدها، وهو ان ذكاء الكلاب بيخلي عندها قدرة عالية جدا على التدريب. الكلاب تقدر تتدرب على حاجات كتير، من أول الأوامر الصغيرة، زي مثلا إنك عشان تخلي الكلب بتاعك يقعد فتقول له ست يقوم قاعد، أو تخليه يسلم يلف حوالين نفسه، يمسك الكورة، يفتح لك الباب كده يعني. وفي مهارات تانية ليها علاقة بالحراسة، ودي أكيد مش لكل أنواع الكلاب، بالعكس في كلاب مخصصة للمهارات اللي زي دي. زي إيه؟ زي الجيرمان شيبرد أو الجريت دين والروتوايلر والدوبرمان، وفي غيرهم كتير. الكلاب دي عندها مهارات معينة، زي مثلا إن هو يقدر يدور على أي حاجة
عن طريق الريحة، أو يكون عنده قدرة أكبر في إن هو يدافع عنك، أو ينبح بقوة لما يجيله إشارة معينة أو لما يحس بالخطر عشان يقدر ينبه الناس اللي حواليه. في كلاب تقدر تتعلم مهارات تساعد بيها أصحابهم لو عندهم أمراض معينة، يعني الكلاب تقدر تميز لو عندك تغيرات في نسبة السكر في الدم برضو عن طريق الريحة، وكمان تقدر تميز لو انت عندك نوبة صرع عشان تساعدك. والحاجات دي بتكون مهمة جدا لأي شخص مريض، خصوصا لو عايش لوحده ومفيش معاه حد يلحقه. الحواس بقى من الحاجات المهمة جدا عند الكلاب، وأول وأقوى واحدة فيهم وهي حاسة الشم. الشم بيساعدهم بشكل أساسي في التفاعل مع اللي حواليهم، وعلى فكرة الشم عند الكلاب أقوى مننا ب10,000 مرة. ده لأن الكلاب عندها من 200 ل 300 مليون مستقبل شمي، لكن إن جينا للبني آدمين هنلاقي إن إحنا عندنا من 5 ل 10 مليون مستقبل شمي بس. ده غير إن الجزء المسؤول عن تمييز الروائح في المخ عند الكلاب أكبر مننا ب40 مرة. حاسة السمع برضو من الحواس القوية جدا عند الكلاب، لأنهم يقدروا يسمعوا أصوات على مسافات أبعد مننا بكتير، وكمان يقدروا يسمعوا أصوات بترددات أعلى مننا ممكن توصل ل60,000 هرتز، لكن إحنا آخرنا 20,000 بس. وكمان مجال الرؤية عند الكلاب أوسع مننا، خاصة الكلاب اللي عينيها جانبية زي الكلب السلوقي مثلا. ده واحد من كلاب الصيد، وحاسة البصر عنده قوية جدا وهي اللي بيعتمد عليها بشكل أساسي في عملية الصيد. كمان الكلاب عينيها حساسة جدا ناحية الحركة، يعني تقدر تلاحظ أي حاجة بتتحرك حتى لو في الضلمة، فده بيخلي رؤيتها أحسن بالليل. نيجي بقى لحاسة التذوق، فهي هتكون أضعف شوية مقارنة بالبشر، وده لأن عدد براعم التذوق الموجود على لسان الكلب حوالي 1700، لكن الإنسان عنده 9000. وده بيخلي الكلب ما يعتمدش على الحاسة دي قوي في اختيار الأكل، بالعكس هو بيعتمد أكتر على حاسة الشم. حاسة اللمس من الحواس المهمة قوي في التواصل بين الكلاب وأي حاجة حواليها، والحاسة دي مش بتعتمد على جزء واحد بس من جسم الكلاب. الكلاب عندها مستقبلات حسية على جسمها كله، خاصة في المخالب والمناخير والشنب. والشنب ده بالنسبة للكلاب مهم جدا، لأن هو بيساعدهم يحسوا بحركة أي حاجة حواليهم، وبالتالي هيقدروا يتحركوا أحسن حتى لو في الضلمة. آخر حاجة هي إن الكلاب أصلا كائنات اجتماعية، صعب إنك تلاقي كلب منعزل أو قاعد لوحده إلا لو عنده مشكلة، وده أصلا لأن الكلاب جاية من الذئاب بعد ما الإنسان استأنسها وبدأ يتعامل معاها. الذئاب بتعيش طول عمرها في جماعات، مفيش ذئب عايش لوحده، ودي الحقيقة ميزة وعيب، لأن الكلب ده لو خاف أو افتكر إن هو أصلا ذئب هتزعل منه قوي. في وسط كل ده بقى في فئة من الكلاب مظلومة جدا ومش بتلاقي نفس الاهتمام والحب ده مننا، وهم كلاب الشوارع، واللي أكيد ليك تجربة شخصية معاهم، لأن هم حرفيا في كل حتة وللأسف عددهم كبير جدا. الكلاب دول فيهم صفات أي كلب تاني عادي جدا، جدعان وأذكياء وصحاب صحابهم، وعلى فكرة هم عندهم خبرة في الدنيا أحسن مني ومنك. فليه بقى العنصرية اللي دايرة عليهم دول؟ يعني في ناس كتير قوي بتحب الكلاب، بس مش كلهم لو هيفكروا يتبنوا كلب هيكون كلب شارع أو كلب بلدي، لأ، هيكونوا عايزين حاجة صغننة وكيوت كده زي الشيواوا أو اللولو. إيه ده؟ مع إن الكلاب البلدي صحابهم جدا، وزي ما قلت لك لو عملت معاه أي حاجة مهما كانت بسيطة هيفضل فاكرها لك. ده كفاية كلب الهرم أهو، ده موقفش جنب صاحبه، ده نشط السياحة. أنت فاهم يعني إيه؟ في حملات إعلانية كتير معرفتش تعمل ده. ده غير إن عيشتهم صعبة جدا في الشارع واليوم بيعدي عليهم بمعجزة، فمش ناقصين يعني شوية تضربوهم، شوية تسمموهم، شوية تحط لهم مسامير على عربيات عشان ما يقعدوش عليها. إيه ده؟ يعني أنت ترضى لو أبوك مش عايزك تاخد مكانه على الكنبة يحط لك عليها مسامير؟ ده كفاية عليهم العيلة الصغيرة. اتقوا الله يا جماعة، ولو مش هتتبنوهم أو تعملوا حاجة تساعدوا بيها أرجوكم سيبوهم في حالهم. في النهاية أحب أقولك إن تربية الكلاب حاجة جميلة قوي، بس مسؤولية زيها زي تربية أي حيوان تاني، فلو أنت مش قدها بلاش منها. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتس عايز تشوف ايه الحلقة الجاية. ولو انت من محبين القطط فبلاش تاكل وتنكر، واعمل لنا فولو على فيسبوك وانستجرام.